بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل محشي كوسه وبتنجان وفلفل. جبت 3 كيلو كوسه وبتنجان وفلفل. تعالوا نشوف هنعمل بهم ايه كده. ادي الطماطم وادي البصل وادي الخضره وادي الطماطم ما ضربناها وادي الكوسه والبتنجان وفلفل وادي البهارات. ادي الطماطم ضربناها في الخلاط وحطينا عليها زيت كفايه، زيت كتير يعني كوبايتين زيت كده، مج من بتاع الشاي، وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة. ما بنحطش توم، المحشي ما بتحطلوش توم خالص. نحط الطماطم لما سبكت على النار درجة التسبيكة دي كده، الزيت لما يبقى فوق كده، مفيش مية خالص في الطماطم عشان تبقى معاك المحشي حلو كده. وخرطنا الخضرة والحلة اللي سبكنا فيها الطماطم هنعمل فيها المحشي عادي. وادي نص كيلو رز. شفت هنعمل 3 كيلو محشي بنص كيلو رز. ليه؟ لان انا مكتره الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، عامله كتير. الخضره مفيده جدا، غير كده بتكتر معاك الحاجه. والبصل ما تعملوش بالمبشره، بصل خرطيه، ما المحشي بيستوي بتحسيه في المحشي كده. ادي الطماطم بعد ما سبكناها حشنا منها مع شويه صغيره كده عشان نحطها في طماطم المحشي في شوربه المحشي، ونقلب ونقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والحاجات دي الفلفل، قرن فلفل وبصلايه صغيره وطماطميه صغيره، وده عدن الخضره اللي فوق قطعناها هنحطها في الحله تحت المحشي عشان نحشي ونحط عليها، عشان المحشي ما يلسعش منك من تحت يعني، لو انت سيتي يعني على الحاجه، وبيدي ريحه في نفس الوقت، مجراش حاجه يعني. تعالوا بقى نشوف نحشي ازاي. اهو تحطي الرز في الكوسايه وتخبطيها، بس اوعي تعملي المحشي بصباعك تفضلي تزقي في الرز في المحشية كده. وشوف البتنجان ده انا جبته وقورته من يومين، ما اسمرش ازاي معاكي. شوف ابيض وجميل ازاي. ليه؟ لان انا حطيته في الكيس على طول عشان الهواء ما يدخلش عندك عزومة، عندك حاجة، تقوري لحاجتك وتجهزها في التلاجة، بس تربطي الكيس على الحاجة عشان ما تسمرش منك. شفتي جميلة ازاي؟ والكوسية بتسيبي فيها حتة لحمة من جوه عشان تبقى جميلة معاكي طرية كده مش ناشفة. ولا انا بحب الفلفل البلدي الصغير ده، بحشيه واحطه فوق المحشي فوق الكوسه والبتنجان عشان يستوي على البخار. وادي الشوربه سخنه من على البوتاجاز ومعلقه الطماطم اللي حشناها، ونكب الشوربه على المحشي في الحله، وعشان نخلي الشوربه تلت الصباع بس. ما تنسيش ان الكوسه بتخر ميه، والحاجات اللي حطيتيها تحت هتخر معاكي ميه، فهنخلي الشوربه تلت الصباع بس. شوفي الشوربه فين، تلت الصباع، ونولع عليها كده ونشوف هتبقى معاكي ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله ريحته تجنن وهو على النار. بنص كيلو رز عملنا 3 كيلو محشي. شوفي بيغلي ازاي. ولو الريحه بتتصور هصورها وتشموها. رائعه رائعه. شوف المحشي خلاص 10 دقايق تغلي، بعدين هدينا عليه النار وكده استوى معانا. بنحش الفلفل الاول من فوق، وشوف الصوص اللي تحت ده بنحط فيه صبع الكوسه ونطلعه. شوفوا صباع الكوسه عامل ازاي في منتهى الروعه. هنكمل غرف وهتشوفوا في الاخر. الحاجات دي بقى احفادي بيحبوها، احفادي بيحبوا الحاجات دي، الحاجات اللي بتبقى في الرز دي. تعالوا نشوف كوسيه كده، ناخد كوسيه كده نفتحها ونشوف الكوسيه عشان احنا ما كتمناش الصباع بالرز. شوفي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف الصباع الكوسه عامل ازاي، شوف الرز عامل ازاي مفلفل ازاي. وهتاكلي وتحسي بالبصل. اوعي تحطي توم على المحشي، لا يقول لك توم فريش ولا توم بودره ولا بصل بودره ولا حاجات من دي. في الاخر بقى عايزه اقول لكم نصايح في المحشي. ما تحطيش توم خالص، ولا فريش ولا توم فريش ولا توم بودر. وما تعمليش بصل المحشي بالمبشره، خرطيه عشان تحسيه وانت بتاكلي. والكوسه ما تشيليش قلبها كله، يسيبي فيه قلبها علشان خاطر لما تاكلي الكوسايه تحسيها طريه معاكي. غير كده لما تيجي برضه تحشي المحشي ما تدوسيش على الرز في المحشي بصباعك، خبطي الصباع في الحله بس، وحطي شوربه المحشي تلت الصباع. وفي الاخر لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.